مرحبا يا أحلى صبايا بالدنيا كلياتها، شلونكن؟ إيش الأخبار؟ طمنوني عنكن، إن شاء الله يا رب تكونوا بألف خير وأنتوا عم تشوفوا فيديو اليوم. اشتقتلكن كتير كتير ورجعتلكن صبايا بفيديو جديد. بس أول شي خلونا نبلش الفيديو بالصلاة على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا تنسي صبية إذا كنت جديدة على القناة لا تنسي تدعميني بزر الاشتراك وباللايك الحلو وتعليق حلو هيك من تحت ايديكي. وبحبكن كتير كتير يا أحلى عائلة. ومثل ما لكم شايفين هيك حبيت أصور معكم هيك روتين خفيف بسيط سريع معكم، أشاركه معكم، أشارك يومي نهار العطلة معكم. أول شي نهار العطلة، يعني أي صبية بتعرف نهار العطلة بتسوي القهوة. هيك الواحد هيك بيشرب له فنجان قهوة على رواق. بعدين هيك يعني بصير هيك شوية دردشات عائلية. بعدين الواحد ببلش يومه بالصلاة على سيدنا محمد. بعد هيك مشروبة قهوتي وصحصحنا عليها أنا وجوزي. قمت أجهز الفطور لأني كان بوقتها عندي طلعة برات البيت، فقلت إني بجهز الفطور وحبيت هيك أشارك معكم تجهيزاتي طلعتي برات البيت وفطوري. اول شيء هلا نحن عاداتنا يعني السوريين سبحان الله ان كنا ببلادنا ولا بالغربة، الفطور ما بنحسن بلا نهار العطلة هيك يكون اساسي، يعني لا دا يكون مامونية وجبنة او دا يكون فول وفلافل وحمص وهيك هالشغلات، يعني هالقصص، او دا يكون يعني مثلا هيك حواضر وبيض. بس اكتر شيء يعني نحن بنعمل لا مامونية وجبنة لا هيك فول وفلافل. سبحان الله هيك نهار العطلة ببقى هيك له نكهة خاصة. هيك كان هيك عندي شوية خضرة بالبراد، هيك حبيت أزين السفرة فيها. بتعرفوا انتو هيك الخضرة يعني على السفرة هيك بتزين السفرة، هيك بتصير غير شكل. هيك فرمت أول شي البقدونس وفرمت الخس كمان، هيك حطيتهم يعني طبعا بصحون يعني لحالهم. واللي بحب يعمل سندويشة هيك بضيف فوقه، يعني لأني كل حدا بسندويشته يعني له ذوق يعني شكل. عندي ولادي منهم بحبوا البندورة، منهم لا، منهم بحبوا الخاص، منهم لا. هيك حبيت يعني أقسمن هيك على يعني إني كل شغلة هيك لحالها مشان اللي بحب يحط. ومثل ما كان شايفين هيك المخللات هدول المرة شاركتهم معكم. هلا انا عملت مو هذا المخلل القطي، هذا المخلل القطي عملته جارتي، قلت لكم قبل هالمره وتعلمت منها، والطريقه عن جد كتير طيبه وناجحه ومضمونه 100%. وهون لبين ما هيك جهزت الفطور، يعني جهزت الخضره وهيك وحطيت الشاي على النار مثل ما شفتوا. كان جوزي هون جاب الفطور، الله يرزقه يا رب. قلت لكم يعني الفطورنا يعني هيك بده يكون فول وفلافل وحمص، والله يديمها هيك علينا نعمة ويحفظها من الزوال يا رب. دخلك يا ليل اليوم خلص لي عتماتك، بدي يجي بكرة اشتقت لوحياتك. دخلك يا ليل اليوم خلص لي عتماتك، بدي يجي بكرة اشتقت لوحياتك. خلي القمر يطلع شايف حلاها فيه، لما القلب يدمع هي اللي بتراضي. خلي القمر يطلع شايف حلاها فيه، لما القلب يدمع هي اللي بتراضي. وهيك مثل ما شفتوا صبايا صفيت الفلافل بالصحون، وبعدين هيك حطيت صحن واحد حمص، لاني يعني نحن ما بنحبه كتير وعيلتي صغيرة فما بتاكل يعني اكتر من صحن واحد يعني. وهون الفول نحن بنحب ان هيك يحط له حمص حب، عن جد كتير بطلع طيب. اولادي بالنسبة لاولادي اكتر شيء بحبوا الفلافل، وهلا من جديد يعني بلشوا هيك ياكلوا الفول بما اني هيك بلشوا يكبروا ويوعوا.
هيك الله يخلي لي اياهم يا رب، يخلي ولادكم، يبعث لهم ايام حلوه. هيك صار فطورنا جاهز عن جد. شكل السفره بياخد العقل، ولو اني هيك فطور بسيط متواضع، بس عن جد الوحده وقت اللي بتكون مع عائلتها وبتكون هيك بصحه وبعافيه هي وولادها وعائلتها، فعن جد بتتحمد الله، بتتشكره على كل شيء. الف الحمد لله على النعم اللي عطانا اياها رب العالمين. عن جد صبايا وقت هيك بفيق هيك وبلاقي الحمد لله انا بخير، عائلتي بخير، فبتحمد الله وبتشكره الحمد لله. لو عشت بابسط الشغلات وبابسط الحالات يعني، فبتكون القناعة موجودة. هي أهم شيء، القناعة إني تكون موجودة. فالحمد لله على كل شيء. وهيك كانت سفرتنا صبايا، الله يديم علينا نعمة ويحفظها هيك من الزوال يا رب. وأكيد كاسة الشاي بعد الفطور ما بصير بلاها هيك بعد ما فطرنا هيك وخلصنا. طبعا لسه أولادي ما خلصوا فطور، بس بتعرفوا مثل ما بتعرفوا الجو بارد كتير كتير، فهيك الكاسة الشاي بعد الفطور وعلى هالبردات بتبقى غير شكل. طلعوا لي على هالشايات هدول هيك ما بياخدوا العقل عن جد، هيك بدف القلب، فغير شكل. وخليكن مع الفيديو مشان هيك نشوف وين نطلع مشوار اليوم، بما اني الجو شمس صعيب برد، بس اما في شمس يعني هيك في شوية دفا. وخلي لي قلكم صبايا اذا وصلتوا معي لهون فلا تنسوني من اللايك، وهيك تكتبوا لي هيك تعليق حلو. اذا لهلا ما كتبتوا لي تعليق حلو شو بتحبوا انزلكم فيديو الجاي. وهون بعد ما شربنا الشاي هيك بعد الفطور، وضبيت السفرة كلياتها وضبيت الجلي كلياته، ما ضل علي شيء ابدا. لبست ولادي هيك ولبسنا، وهيك قلنا نطلع مشوار. رحنا عن بيت ابن عمه لجوزي، فكان الجو عن جد كتير حلو. الطريق يعني قلت لكم سقعة وبرد، بس مو شمس يعني. طلعنا شمس يعني على الشمس ببقى شوية دفا، مو اني هيك يكون الجو مغيم وهيك. فهيك الله هيك يخلص هالسنة هيك على خير وسلامة يا رب. عن جد الشتاء للولاد وبرد كتير يعني، عن جد برد برد. هلا الشتاء ام الولاد كتير بتاكل همه عن جد. مين مثلي يعني؟ هلا انا قبل كنت احب الشتاء كتير، مو بس شوي كتير يعني. الشتاء احب اكتر من الصيف يعني. وقت الوحدة هيك بتتجوز هيك بصير عندها أولاد وعيلة، فبتاكل هم البرد، بتاكل هم المرض، بتاكل هم الحوسة، بتاكل هم كل شي يعني. عن جد أم الأولاد بتاكل هم الخسيل، هم كل شي يعني بتاكله. فبتلاقي هيك الصيف أخفف لها، أخفف للولاد يعني. فمشان هيك يعني صرت أحب هيك أفضل إني الصيف أكتر. وعن جد يعني لو ما الصيف بقولولك ما بيجي الشتاء، ولو ما الشتاء عن جد إني ما بيجي الصيف. فهيك الحمد لله قلت لكم على كل حال. وهيك عملت لكم كمان هيك بطريقة هيك فتلة هيك بشوارع غازي عنتاب هيك على طريقة. حبيت هيك افرجيكم الاجواء، بما اني هذا الفيديو صورته اول نهار لانه ب 2022، فحبيت هيك افرجيكم الاجواء شلون. هنيك وصلنا عن بيت ابن عمه لجوزي هيك، واخذت هيك كم صورة للولاد. عن جد كان قلت لكم الجو كتير شمس عن جد، بس اما هيك يعني ما اني هيك بنروح على محل تاني ابدا. فهيك وصلنا وهيك حبيت قلت لكم اشارك معكم هيك يومي خفيف سريع هيك لطيف يعني. شي ما اطول اكتر. عن جد هون هيك كمان كاسة الزورات كانت بتدفي القلب وغير شكل، وشغلوا لنا هيك الصوبة كمان، الله يرزقهم يا رب. وبركنا شوي وطلعنا. احنا رايحين على البيت، الاولاد الا قالوا لنا بدنا هيك نعدي على الحديقه، فاخذناهم شوي هيك لعبوا شوي يعني، يمكن ربع ساعه ما هيك مثل ما بقول ضحكنا عليهم يعني بهذا الجو. لاني عن جد برد برد يعني، قلت لكم صاعي شمس بس اما الجو سقعه يعني، ما اني يعني خرج الواحد هيك يفتل او دي حديقه يعني. هلا في عالم وهيك بس اما كتير قليل. فهيك قلنا يعني كمان ولاد، وصلنا زمان هيك كتير ما طلعنا من البيت، وصلنا زمان الولاد ما راحوا على الحديقة. قلنا هيك بناخدن شوي هيك بلعبوا بتسلوا شوي وبنرجع على البيت. يلا يلا قال يا صبايا، قال لي ابني هون جاشحين كتير. ها قلت له تكرم. قال هيك بعد ما ججحته كتير صار يبكي ويعيط وخاف كتير يعني.
شاف الولد هيك شلون امه عم بتجوشها كتير، بس هو اكبر من ابني، فقال لي جاشحيني كتير. انا مبالي ينبسط يعني، قلت له تكرم. صار يبكي ويعيط وكتير خاف. الله يصلحهم هالولاد هدول، ايش بطلع معهم، ايش لهم كل شغله. ولهون صبايا بكون خلص مشوارنا هيك. حبيت هيك اخذكم معنا هيك مشوار بسيط مثل ما قلت لكم، واشارككم هيك يومي نهار العطله. هلا انا بس مو دائما بطلع، فاليوم وقت هيك بدي اطلع من البيت قلت بشارك معكم نهاري يعني، عشان هيك منه يضل إلي ذكرى على القناة، ومنه هيك بحب أشارك يومي معكم. فوقت طلعت من البيت كان عندي طبخة قبل بنهار، فأنا وقت طبختي بكون فيها رز أو برغل بحب أطبخها أول يعني بأول، إني تاني نهار بقول لبين ما أسخن البرغل أو الرز بطبخه تازة. فقبل بنهار كنت عاملة أكلة يخني. كتير من الصبايا ما بعرف إذا بيعرفوها، بس رح أقول يعني إيش مكوناتها، مشان هيك الصبايا اللي يعني جدد او اللي ما بيعرفوا هاي الاكله يعني ايش معناتها. نحن هيك عنا السوريين، فهي بتكون يخني فروج وبصل. هيك بتكوني سلقه الفروج كتير، بتدبلي البصله بنقطة زيت، وبعدين هيك ناس بحطوا لها بطاطا حسب يعني كل حدا. ناس بحطوا لها حمص، ناس عطاء البصل والفروج. فأكلة عن جد كتير طيبة وشتوية كتير كتير. هيك بعد ما بتدبلي البصلات بتضيفي عليهم البطاطا. هيك إذا بدك تحطي لها بطاطا هيك بتقلبيها كم تقليبة، بعدين بتحطي لها مية الفروج ولا تغلي شوي تستوي البطاطا، هيك بتسقطي بقلب الفروج، هيك بتخليهم هيك يتعقدوا مع بعضهم، فبتصير عن جد كتير طيبة. وكل شي بالباق جنبها، بتحبي تساوي جنبها فريكة ورز، تحبي تساوي جنبها برغل، فايش ما سويتي جنبها عن جد طيبة وكتير بتقبل. فقلت لكم جيت على البيت قبل بنهار كنت عاملة برغل. قلت تاني نهار لا بدي اعمل رز يعني، فعن جد صار كتير طيب هيك بتفلفل معي. وهيك كان عشاننا لليوم. الله يديم علينا نعمة ويحفظه من الزوال يا رب. لهون صبايا بكون خلص الفيديو، بتمنى يكون عجبكم وحبيتوا. وإذا حبيتوا لا تنسوني من اللايك وهيك دعمكم الحلو، والضغط على زر الاشتراك وفعلوا زر الجرس، وهيك لا تنسوني من التعليقات الحلوة. بحبكم كتير كتير، وبشوفكم في فيديو جديد. سلامات.